السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي هاشمية بريس أينما كنتم، دائما وأبدا في عين المكان وفي قلب الحدث كما عودناكم. النهاردة في سهرة وأمسية فنية بامتياز في مدينة الجمال والفن والسلام أيضا، الحمامة البيضاء. فأهلا وسهلا بكم. النهاردة عندنا سهرة فنية بمناسبة الدورة الثامنة لجمعية الشموع الموسيقى. طبعا الموسيقى هنا وهذه الدورة تحديدا بتحمل اسم جديد انطلاقا من عنوان الدورة هذه: الموسيقى دراسة وفن وثقافة. يسعدنا أن نلتقي بعريس هذه الليلة إذا جاز لنا التعبير. مرحبا بحضرتك أستاذ عبد الحميد، طبعا المدير رئيس جمعية شموع الموسيقى. تفضل حضرتك، يعني تدي كده نبذة سريعة للسادة المشاهدين عن هذه الدورة وفعاليات الدورة، وإن شاء الله ما ينتظر الجمهور الذي الموجود داخل قاعة السينما من فعاليات. دأبت جمعية الشموع للموسيقى أن تنظم كل سنة مهرجانها السنوي، وهذه المرة هي الدورة الثامنة والتي اخترنا لها شعار ثقة المغربية ثقافة ودراسة. نعم. وبهذا المنظور أمس قمنا بندوة تحت عنوان دور الموسيقى في الصحة النفسية، والتي ألقاها الدكتور عادل العبودي وسيرها الأستاذ نزار الدكار. هذه الندوة تمزج بين دور الموسيقى والصحة النفسية، وكان جمهور غفير قد حضر هذه الندوة واستحسنها وأيد الفكرة بكل ما تحمله من معنى. بعد ذلك كرمنا الفنانة كلثوم الرحموني التي تشتغل في المجال الصوفي في الحضرة التطوانية. واليوم الثاني ألا وهو اليوم قد قمنا بزيارة إلى المدينة العتيقة وزرنا بعض معالمها التاريخية. مدينة تطوان مدينة الحضارة، مدينة الثقافة، مدينة الفنون بكل ما تحمله الكلمة من معنى. في هذه الأمسية سوف تكون أمسية موسيقية فذة سيشارك فيها فنانين من مدينة تطوان، وستكون خالصة تابعة إلى الموسيقى المغربية الخالصة. سوف تستمعون ويستمع الجمهور الغفير إلى الموسيقى والأغنية المغربية، كما يقال على أن الموسيقى هي لغة العالم. ليس أي أحد أن يوقفها، لأنها تصف وتكمل بعض. وكما قلنا على أن الموسيقى هي الروح، روح كل إنسان. الموسيقى هي تربية وتكوين، الموسيقى هي غذاء للروح. والموسيقى المغربية مدرسة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فيجب علينا أن نحافظ عليها ونسوقها بأحلى صورها. دور الأغنية ودور الموسيقى في التنمية الشاملة الاقتصادية والسياحية، ما دور الموسيقى بالنسبة للموسيقى والأغنية المغربية؟ الموسيقى تلعب دور كبير في المجال الاقتصادي والاجتماعي، فهي تربط بين كل الميادين. الموسيقى هي وسيلة تحافظ على البنية التحتية لكل دولة في العالم. في نهاية اللقاء نشكر حضرتك، وإن شاء الله مزيد من التألق ومزيد من الجمال إن شاء الله في تطوان، وبحمد الله تعالى نكون حاضرين في العام القادم إن شاء الله. ربي شكرا لكم، وشكرا لهاشمي بريس على دعمكم لجمعية شموع الموسيقى في هذا المهرجان، وأتمنى لكم حظا موفورا في عملكم الصحفي والإعلامي. جزاكم الله خيرا. كمان بنشكر حضرتك والله. إذا متابعي الكرام، كنا وإياكم مع الأستاذ عبد الحميد رئيس جمعية شموع للموسيقى، وفي بداية السهرة الفنية التي ينتظر إن شاء الله تعالى يعني أن نرى كوكبة من الفنون من الفنانين هنا في هذه الليلة الجميلة. شعارنا الخالد الله الوطن
كلمة ترحيبية وبرقية ولاء للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يلقيها على مسامعكم الأستاذ عبد الحميد المرابط مدير المهرجان ورئيس جمعية الشموع للموسيقى. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحضور الكريم، أرحب بكم في هذه الدورة الثامنة التي اخترنا لها شعار الموسيقى المغربية ثقافة ودراسة. فكما تعلمون أن جمعية الشموع للموسيقى تحافظ على الموسيقى المغربية وعلى الموروث الثقافي والفني. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الدورة. صاحب الجلالة والمهابة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، أدام الله عزكم ونصركم وخلد في الصالحات ذكركم وثبت في البلاد دعائم ملككم. أبقاكم الله يا مولاي ملاذا لرعيتكم وحصنا حصينا لشعبكم، وبارك الله سديد خطواتكم وحفظكم في سمو ولي العهد المبجل الأمجد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، وأن يشد أزركم بسنكم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد أسرتكم الشريفة، إنه سميع مجيب. والسلام على المقام العالي بالله ورحمته تعالى وبركاته. خديم الآثار الشريفة رئيس جمعية الشموع للموسيقى بتطوان عبد الحميد مراد. في هذه السهرة البديعة، السهرة في مدينة تطوان الجميلة، ومعنا أيضا أحد الوجوه الفنية التي ورثت الفن أبا عن جد. مرحبا بحضرتك أستاذ الفهامي الحراق. طبعا الحراق وما أدراك ما الحراق، طبعا غني عن التعريف، لكن الناس طبعا أيضا الجمهور يعني ياخذ. تفضل. نعم، شكرا هاشمي بريس بعدك أولا، وانا فرحان وسعيد في هذه الليله الجميله وهذا الحضور الوازن اللي كنشوف القاعه. وان شاء الله ساقدم لهذا الجمهور اغنيه كانت دائما بالي انني اغني مباشره، واليوم ان شاء الله غتتبع مباشره خاتم الانبياء لاول مره، وان شاء الله هناك مفاجات اخرى ان شاء الله في هذه الليله الجميله. يعني الليله في مفاجاه يعني. نعم، الليله حظ الجمهور كويس، النهارده في مفاجاه. الحمد لله. حظنا احنا كمان كويس. الحمد لله. الحمد لله. الصوفيه والفن او الفن والصوفيه دورهم في المجتمع، الدور العاطفي والدور الانساني في المجتمع. اولا الزوايا هي من ركائز مملكتنا الحبيبه، فالصوفيه كان لها فضل في انتشار في جميع انحاء المغرب وكذلك في افريقيا. فهناك السنغال، كثير من الدول الافريقيه يتبعون الطريقه التيجانيه، وهذا شيء جميل في انتشار الاسلام في العالم كله. والصوفيه لها كما قال جدي محمد الحراق تهذب الاخلاق وتصلح الابدان. الحراق طبعا يعني نقول اسم معلوم ومعروف وعلم هنا من اعلام تطوان، وحضرتك ورثت هذا الجمال من الآباء والأجداد. نعم. فهل تريد أن تورثه أيضا للأبناء؟ نعم الحمد لله، هناك امتداد لهذا الفن. وأنا بعد الزاوية الحراقية لها أكثر من قرنين من الزمن، الحمد لله باقي الإشاعة ديالها جميع أنحاء، لها الفروع في جميع أنحاء المغرب كله، وإن شاء الله سيبقى هذا الفن، هذا الصوفي والروحي إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هل تعتقد أن ما تقومون به يؤكد عراقة الأمة المغربية وامتدادها في جذور التاريخ لآلاف السنين؟ نعم. كما قلت، فإن شاء الله كما قلت هذا الفن سيبقى دائما له حظ كبير في الأمة الإسلامية. وكما شاهدت فهناك كذلك
لابد أن أشير إلى شيء. الزاوية الحلقية لها خاصية فقط في الزاوية الحلقية، وأنها تمزج المديح والسماع بالآلات الموسيقية. نعم. فالوحيدة في الزوايا، يعني الزاوية الوحيدة تنفرد بهذا في العالم الإسلامي كله. ولهذا بدأت يعني المحبة في الزاوية الحلقية من هذه التحية هذه، أنها تفرح الناس، أنها تهذب الأخلاق وتصلح الأبدان وهكذا. ونحن ايضا يعني نحبك لما تقوم به وهذا المجهود والتأصيل للثقافة والفن المغربي بكل اطيافه. نعم نعم. شكرا لحضرتك ودائما بالتوفيق ان شاء الله. مرة ثانية متابعي قناة هاشمي بريس، دائما وابدا معنا النجمات ومعنا المتألقات والظهور الجميلة هنا في تطوان في هذه السهرة البديعة، السهرة الفنية بامتياز. معنا أحد المواهب الجميلة. يا ريت تعرفي الجمهور بيكي، تفضلي. اسمي نعمة طيار. أنا أتعلم عزف الكمان وأتمنى أن أصبح فنانة مشهورة ستصبحين إن شاء الله فنانة مشهورة جدا. قولي لي بقى، تعرفي مين من الفنانين المشهورين؟ مين الفنانة أو الفنان اللي بيعجبك؟ كل يوم أحب أصوات مختلفة. قولي لي من الفنانين اللي أثروا فيك، يعني اللي بيعجبوك ألحانهم مثلا كده وبتحبي تسمعي لهم؟ الفنانين. أنت فنانة ما شاء الله عليكي، مظهرك وملبسك وخصلات شعرك. تفضلي. أحب الأغاني الكلاسيكية، أسمع مغنيين مختلفين. طيب قولي لي بقى، أنت يعني أنت إن شاء الله تعالى إيه الصعوبات اللي ممكن بتواجهك في إنك تبدعي؟ من الصعوبات التي تواجهني هي أن أنا بعض أوقات أتوتر ويمكن أن نعم فهمتك. طيب أنا عايزك توجهي رسالة لمن في سنك كده، أنهم دائما وأبدا الإبداع موجود، لكن خصوا الإصرار والعزيمة، صح كده؟ توجهي رسالة إيه للفتيات أو للشباب اللي في سنك؟ أودي لكم رسالة أن الفن، أن الابتكار ليس له حدود. كل واحد منكم عنده شيء يمكنه الإبداع فيه. جميلة جدا يا نعمة. بالفعل كل إنسان لديه ما يقدمه من جمال، وأنا والله بشكرك على أنك لخصتي كل شيء. نعمة إن شاء الله تعالى توعديني بحول الله تعالى تكوني موسيقارة كبيرة بقى إن شاء الله، بس تعزميني بقى وإحنا عشان كمان نعمل معاكي لقاءات تانية ونرحب بيك في كل مكان. بشكرك يا بنتي والله على وجودك معنا، وإن شاء الله تعالى مزيد من التوفيق بحول الله. شكرا يا بنتي، الله يحفظك يا رب. إذن متابعينا الكرام، كنا مع إحدى الظهور أو يعني نقول الزهرات البديعة هنا، كانت مشاركة رغم الظروف، لكن كانت مشاركة وكان حاضرة، وكمان ما شاء الله أبدعت في هذه السهرة، هذه الحفل الفني الغنائي بامتياز. السلام عليكم. معنا أحد رواد الموسيقى الفلامينكو عالميا من عائلة كارمونا وكيتاما، وهو حاليا حاضرا هنا في هذه المدينة الجميلة، وأبهرته هذه المدينة كما أبهره مسرح إسبانيول والأداء الموسيقي الذي قدمه التهامي الحراق والآخرون والجوق، فارتعش، ولهذا سأترك له الكلمة بالإسبانية. Bueno, hemos tenido el privilegio de poder venir, nos ha traído el maestro hoy a poder ver este espectáculo fantástico que nos ha llegado al fondo de nuestro corazón, porque nosotros somos gitanos, somos flamencos y somos de la familia Carmona, la familia Bichuela, somos todos músicos. Y nada, ha sido un privilegio grandísimo poder ver este espectáculo, lo hemos sentido en el corazón, lo hemos sentido en el estómago, y ha sido una maravilla ver cómo el público se vinculaba con, ¿no? Y la diferencia que hay con la música también en España, pero lo parecido con el flamenco, ¿no?
ha sido un privilegio muy grande. إذا ما قاله أنه من عائلة كرمونة كما قلت سابقا، وهو فخور جدا بهذه السهرة التي أعطته حماسا جيدا وأبهر بالوطنية للمغاربة وحبهم لوطنهم، فلتحيا الصداقة الإسبانية المغربية. Gracias. وسهلا بحضراتكم متابعي الكرام. معنا زهرة جميلة هنا في هذه الليلة البديعة، أنسة بوسينة وفنانة وما شاء الله. وممكن تعرفي الجمهور بيكي؟ اتفضلي. لا لا، انا عايزك تقولي لي يا بوسينة النهارده كان دورك في هذه الحفله، انك ما شاء الله شفت منوره المسرح. ودي بقى كان دورك ايه بالضبط النهارده تحديدا؟ يعني كنت مثلا صراحة هذه أول مرة. دعك من الميكروفون، خلي الميكروفون على حاملي. قولي اتفضلي. صراحة هذه أول مرة أشارك في مهرجان الفرصة الجميلة. كان لدي زعما اللي هي وأنا الصراحة جدا فرحانة بالحضور الكرام اللي كانوا مشرفينها، وكنتمنى نكون في المستقبل. جميل. بوسينة، ايه الهدف اللي انت بترسميه له ان شاء الله المستقبلي؟ ان شاء الله والله ما اعرف. اكيد كل واحد بيبقى له احلام. انت احلامك ايه بالضبط؟ انت ما شاء الله عندك القومات الجماليه وقومات الجمال والصوت الجميل ما شاء الله عليك. والله مزيدا في التألق في هذا المجال، اذا عطى زعما ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. قولي لي مين الناس الكبار او مثلا بتسمعي لهم؟ هل بتسمعي لهم؟ طبعا الشرق المغربي صراحة جميع الالوان، معليش لون نختار. سؤال بقى تاني بره الفن خالص، بره الغناء، الفستان اللي انت الفستان البديع ده مين اللي اختاره لك؟ انت اخترتيه ولا حد ساعدك في اختياره؟ لان ما شاء الله يعني فن كما بتقولي. صراحة انا اخترته. ما شاء الله شكلك يعني انت فنانه وامك كمان فنانه. طبعا انا من عائلة فنية معروفة، يعني ابن الوز عوام كما يقولون. تبارك الله. عموما يا بوسينة بشكرك والله يا بنتي، وان شاء الله تعالى نلتقي بك كده في مهرجانات كبيره جدا على مستوى بقى الصعيد الوطني وممكن كمان الدولي، ولما لا. تصحتي كل خير. شكرا يا متابعينا الكرام. معنا احدى الفنانات المكرمات، وبالفعل يعني احسن الاختيار في التكريم، لان تبارك الله يعني انا شخصيا عجبني جدا ادائك على الآلة، وكمان صوتك لما غنيتي كنت بالفعل مبدعة. يعني نتشرف حضرتك وقدم نفسك للجمهور. تفضلي. فاطمة الزهراء القصيري من مدينة تطوان. أنا تقريبا عضوة في جمعية الجمهور 2013 2014. يعني ما شاء الله 10 سنين اهو. تبارك الله. تقريبا. أستاذة فاطمة، الفن من وجهة نظرك ماذا يعني الفن؟ الفن غذاء الروح. نعم. الفن شي حاجة كبيرة، الفن كتخليك ترتاح. أنا كنعشق الفن، أنا في نفس الوقت كنت لاعبة كرة السلة، ودابا كنعمل الفن. يعني كنعمل تلعبي سلة؟ كنلعب كرة السلة. تبارك الله. يعني أنت متعددة المواهب. عشان كده كرموك النهارده. الحمد لله. الفن التطواني، ايه اللي يميز الفن التطواني؟ كده دايما كنا نقول الفن التطواني تطوان وفن تطواني. تطوان ايه السبب؟ التطوان عنده واحد النغمة حلوة. نعم. النغمة مزيونة، بحال اللي كنقولوا حنا تطوانيين، نغمة مزيونة. كتسمعوا انت الا كترتاح، واخا ما كتعرفش شنو كنقولوا. انا فعلا ده اللي حصل. كتمشي معنا في بلادي. انا مش فاهم حاجه خالص من اي كلمات، لكن عجبني جدا الاداء وعجبني كمان الموسيقى كمان، وبالتاكيد طالما من التراث يبقى اكيد جميله ومعانيها جميله. الرساله ممكن توجهيها ايه لجمهورك يا استاذه فاطمه او كل جمهور الفن بشكل عام؟ نقول لهم شكرا بزاف حيت كيشجعونا. نعم. يدعموا الفنان، واخا ما كاينش شي غادي نقول شي دعم كبير، ولكن دائما كيكون شي واحد كيقول لك برافو، كيشجعك، كيقول لك كنتي رائعه. غير هذه في الكفايه، يعني غير التعامل الطيب، هذاك هو كل شيء كنقول انا. نعم. لا ده احنا نكرر مره ثانيه ومره ثالثه. الحمد لله. يعني شكرا على اداء، يعني فعلا بشكرك والله.
على ادائك الجميل النهارده في هذه الليله الفنيه بامتياز في تطويرنا الجميله، وان شاء الله تعالى يا رب دايما كده مزيد من الابداع ان شاء الله، ومزيد من المهرجانات سواء بقى على الصعيد الوطني او حتى على الصعيد الدولي. ودي مالك صح كده. في السله بقى كمان، وكمان في السله خلاص، في السله خلاص اعتزلتي. اذا ان شاء الله وراك في الفن ان شاء الله. شكرا يا فندم، جزاك الله خير. شكرا بزاف، الله يحفظك. انا مسامح حضرتك. شكرا فندم. اذا متابعينا الكرام، كنا واياكم في متابعه حصريه هنا في مدينه تطوان الجميله، الحمامه البيضاء، حمامه السلام، مدينه التعايش، وايضا مدينه لها طابع خاص يميزها عن باقي مدن المملكه المغربيه الحبيبه. نتمنى ان شاء الله تكونوا قد استمتعتم معنا في هذه السهره الفنيه الجميله، ولا تنسوا اطلاقا نحن دائما في هاشم بريس معكم اينما كنتم، ومعكم في كل الاحداث التي تهم المواطن المغربي. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. صايم كيكون كامل حاجه فنيه ممكن تكون توصيف فتحيه في صديقي هذا الرجل فنان، هذا المنشد التطواني الفريد من نوعه، هذا اخ وصديق وكل ما يحبه الإنسان في هذه الحياة. فالتحية للفنان والمنشد القدير التطواني التهامي الحراق. زيادة لمعلوماتكم أن الفنان التهامي الحراق هو العضو الشرفي في جمعية شجاع الموسيقى منذ تأسيسها، ويساند جمعية شجاع الموسيقى منذ تأسيسها. فهنيئا لنا بهذا الرجل، وهنيئا لمدينة تطوان بهذا الفنان، وهنيئا لكم بجمعية شجاع الموسيقى وبمدينة تطوان في ظل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.